مهرجون يرتدون ملابسهم ويؤدون عروضا. هذا المشهد ليس في سيرك أو مسرح، بل في حجرات المرضى بمستشفيات قطاع غزة. فرقة أطلقت على نفسها اسم الطبيب المهرج قررت إدخال البسمة على وجوه الأطفال المرضى من خلال عروض بهلوانية. فريق غزة للسيرك متخصص مجال السيرك ومهرجين، من سنين سابقة بنشتغل في المجال، فطرقنا للفكرة من داخلنا تحدي للواقع. طبعا أخذنا التدريبات مع بعض الأجانب. المبادرة هاي تبنتها مؤسسة الرؤية العالمية. ألم الحقنة تصاحبه بالونة ووجه مهرج، فلسفة مع بساطتها أثبتت نجاحها مع هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أخيرا بين طيات الأسرة البيضاء وجوها تخفي خلف قسماتها البهلوانية فرحة وأملا جديدا. وكان الشغل كتير حلو لما أنا بدي أجي أشتغل مع أطفال مرضى. كان شغلنا إنه هو كل الهدف من الشغل تبعنا إنه إحنا نخفف عنهم أوجاعهم. من رحم معاناة ولدت الفكرة، فالأطباء المهرجون وجدوا في فرحة تلك الوجوه البريئة ضالتهم بعد طول معاناة من البطالة المتفشية في القطاع المحاصر. هكذا إذن تحول هؤلاء الشبان من ضحايا للبطالة إلى بائعون للسعادة.